سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ندى شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعليقكم بخصوص الموضوع. ابتدائيه مراكش تقضي بسجن وتغريم طليق هدى سعد، فخليكم معايا باش عرفوا التفاصيل. بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة ارتكاب سلوكات غير قانونية داخل فندق مصنف بمدينة مراكش، قضت المحكمة الابتدائية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بإدانة النائب السابق لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها وتعليق الفنانة هدى سعد بشهرين حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وتوبع المحامي بهيئة البيضاء حاليا بعدة تهم، وهي حيازة واستهلاك مخدر الكوكايين والتحرش الجنسي بامرأة، الإخلال العلني بالحياء والسب الغير العلني، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير والعنف، إلى جانب انتحال صفة نظم القانون، شروط اكتسابها، والاقترار عقب ارتكاب حادثة سير للتملص من المسؤولية الجنائية. ويشار إلى أن طليق الفنانة هدى سعد تم اعتقاله يوم الخميس 22 يونيو الماضي بعد إحداثه فوضى كبيرة بأحد الفنادق في المدينة الحمراء. وفي تفاصيل الحادثة، اعتدى المتهم على مستخدمي الفندق، كما ألحق خسائر مادية جسيمة بممتلكاته ليتم استدعاء الشرطة التي أوقفته. وبعد تفتيش غرفته عثرت هذه الأخيرة على كميات كبيرة من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي مهم ليتم وضعه مباشرة تحت تدابير الحراسة النظرية طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة. الجدير بالذكر أن هدى سعد انفصلت عن زوجها السابق سنة 2020 بعد علاقة زواج دامت لمدة 5 سنوات، وأثمر زواجهما عن ابنها الوحيد يدعى فارس. فكما سمعت أخوتي، فطليق الفنانة هدى سعد المحكمة الابتدائية بمراكش حكمت عليه بشهرين حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. كما سمعتوا راني قلت لكم التهم اللي كانت موجهة ليه. فهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله.